يا نهار اسود، انا حامل ازاي؟ وجوزي مسافر. السلام عليكم، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله كويس. انت طبعا عارفه ان محمد موصيني عليكي انت ومامته يعني، اكيد طبعا. فمش محتاجه اي حاجه. تسلم لي يا رب، ربنا يخليك. طب انا شحنت لك النت، ممكن اشوف اشتغل ولا لا؟ طبعا اتفضل. بس تقريبا وصل، لاني كنت شايفه مسج جاي من شويه. تمام ماشي. لو احتجت اي حاجه اتصل بيا، احنا اخوات. ها اكيد طبعا يا عمر. ماشي يا جميل، السلام عليكم. ميرسي يا عمر، والله مش عارفه اقول لك ايه، كتر خيرك. والله مش عارفه اقول لك ايه، من غيرك كنا هنعمل ايه؟ ما تقوليش حاجه يا بنتي، انا ما عملتش غير الواجب يعني. ميرسي جدا يا عمر. يا ستي والله مش بالسرعه دي علقتك بيا، الموضوع مش في كده، الموضوع احساس، انت فاهمه؟ لا، ما انا عارف ان محمد مطول مش هيرجع دلوقتي. يا ستي خليه براحته بقى، هو يتبسط هناك واحنا نتبسط هنا. طب انا عايز اشوفك النهارده. انا عارف ان حماتك هنا، ما تقلقيش، هجيب لك حته حاجه تحطها لها في الشاي، هتنام مش هتقوم. لا مش هتموت، ما تخافيش، هتنام بس. ايوه انت وحشاني، عايز اقعد معاكي، ما تقلقيش. ماشي يعني، سلام. نامت؟ وطي صوتك. خدي، حط لها من ده في اي كوبايه شاي ولا اي عصير، اسمعي مني. انا خايفه نتفتح. يا ستي ما تخافيش، هتنام مش هتقوم، ما تقلقيش، بس خدي بس، وانا هقفل ورا الباب كده، اول ما ضن ناديلي. يا بابا ما تقلقيش بقى، وحشتيني والله. انت كمان يا عمر. يا نهار اسود، انا حامل ازاي وجوزي مسافر؟ هقول ايه لحماتي؟ هقول ايه للناس؟ يا نهار ازرق عليا، هتصرف ازاي دلوقتي؟ طب ايه العمل؟ انا مفيش غير حل واحد، مفيش غير ان انا لازم انزله، انزل العيل. يا نهار اسود يا ربي. ماما، ثانية عايزاكي لو سمحتي. ايه؟ انا عايزه امشي دلوقتي، اروح عند ماما، اصل هي تعبانه قوي. طب مالك يا بنت بتترعشي وعامله كده ليه، في ايه؟ قلقانه بس عليها جدا، اصل اخواتي قالوا ان هي تعبانه جدا. خلاص روحي شكرا. انا يا صاحبي، بس انت رايح فين؟ فين يا نجم؟ عايز ايه؟ انت نازل عند مين؟ نازل من عندي، نازل من عنده، انت عايز ايه يعني؟ انت نازل عند محمد صاحبك صح؟ محمد مش هنا اصلا، انا كنت بشوف محمد اللي انت بتطلع لمراته، ماشي، اللي هي قاعده مع عمرو، صح؟ انت عرفت منين الكلام ده؟ بعدين انا بطلع اجيب لهم بس حاجه اسمع بس ببص كده، عليها. بس خد نفسك بس كده، ايه ده بس كده على نفسك، كل حاجه بتصير. لف هتدور، مش هتعرف تلف عليا، عيب. في حاجه اسمها اخلاق، صاحبك مسافر بره وانت تقعد مع مراته في البيت، كل حاجه لا انا شايفها. امه كنت ما بقى تحورش على نفسك بس كده، بس وانت كده تك على الصبر، ابلع ريقك. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ من الاخر كده داير فضيحه، بدل ما انا اسيح لك، ماشي؟ اللي انت بتعمله ده عيب، صاحبك تمام، المفروض انت تكون اول واحد حامل على مراته، اللي انت بتعمله ده طيب عندك بص، خلاف. انا مش اقول لك ان انا ما غلطتش، بس غلط عليها هي كمان، وانا مش هقول لك ان انا مبسوط، بس هي غلطه شيطان مني، وانا اوعدك، بس انا عايزك تمسح الفيديوهات اللي انت مصورها دي، ولا وانا طالع وانا نازل، وانا هتكلم مع امه وهعترف بكل حاجه، صدقني. وانت جايز ربنا بعتك ليها سبب، عشان يعني يوقفني عن اللي انا بعمله ده. احنا رجاله زي بعض، وما ينفعش نيجي على بعض يعني. ربنا يسهلك. تعالى يا عمر اقعد يا حبيبي اقعد. هو انت غريب؟ ازيك يا ماما، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، انت عامل ايه؟ الحمد لله. بتكلمي محمد؟ بكلمه كل يوم، بيكلمنا كاميرا. ربنا يرجعه لك بالسلامه يا رب. يا رب يا ابني، غلبان شقيان ومش شحطط ومتمرمط، غربه وحشه. عمر انا اتفضحت، انا مش عارفه انا هعمل ايه.
في حد قال لحماتي ان احنا انا وانت على علاقه ببعض. الحل دلوقتي انت لازم تيجي تقول لهم الحقيقه. عارفه مين اللي قال لهم؟ مين يا عمر؟ انا. ايوه. مرات محمد فين؟ عند امها. خير في حاجه؟ انا مش عارف ابتدي لك ازاي، بس يعني عايزك تسامحيني في اللي هقوله لك. انا دخلت بيتكم واكلت عيش وملح فيه، سواء مع محمد او بعد ما محمد سافر. اه. في ايه يعني يا عمر؟ مش فاهماك. مرات محمد انا وهي كنا على علاقه ببعض. في الفتره اللي حضرتك بتبقي فيها هنا انا كنت بجيب لها منوم، كنت بديهولها وهي بتحطهولك في الشاي. ايه؟ وانا جيت بعترف لك عشان ضميري بيأنبني ان انا ما اتربيتش على كده، بس دي غلطه مني وهي ساعدتني على كده. كانت المفروض تقول لي لا ما ينفعش، بس يظهر محمد ما كانش بيتصل او ما بيهتمش، وده اكيد بظروف شغله، بس هي ما قدرتش حاجه زي كده. انت بتقول ايه؟ أنا- هو انا متهيألي؟ لا يا ماما، اللي انا بقوله لك ده كله صح، وانا ضميري بيأنبني عشان كده جيت قلت لك. وأما قلت لمحمد ما صدقنيش، بيقول لي انت كداب انت بتهزر، واخد الموضوع بهزار. ده انت عيل خبيث خبث جاي تتبلى على البيت. فيك ايه يا؟ مفيهاش حاجه، خلاص اعتبري اني ما قلتش حاجه، بس احسبي اللي قلتهولك وشوفي كم مره كانت بتروح عند امها، وعد الشهور كده، لان هي بتبقى للاسف كانت بتبقى حامل وبتسقط عن اذنك. حامل وبتسقط؟ صحيح، دي كانت بتروح عند امها وتقعد بالشهر. مالك يا بنت بتترعشي وعامله كده ليه؟ في ايه؟ قلقانه بس عليها جدا، اصل اخواتي قالوا ان هي تعبانه جدا. خلاص روحي روحي. شكرا. اني فاكره ان انا ما عملت كده معاكي هينفع اتجوزك؟ دي لازم تفوقي، دي تبقى رساله ليك يا حبيبتي، زي ما خنت جوزك في غيابه لو اتجوزتك هتخونيني في غيابي. انت بتتكلمي في ايه؟ انا حبيتك. مفيش حب، ما بتحكيش على نفسك، انت لقيتي اهتمام ما لقيتوش في جوزك اللي كان تعبان وشقيان وطالع عين اهله في الغربه عشانك، وانت بعتيه. عايزيني بقى لما امنك اكيد هتبيعيني. دي رساله الفيديو يا جماعه بتاع النهارده. لازم تعرفي ان اللي بيحبك بجد مش هيحطك في موقف زي ده ولا هيعمل لك فضيحه. اللي بيحبك بجد هيروح يتقدم لك، مش هيستنى بقى ان هو يكلمك من ورا جوزك ولا من ورا اخوكي. دي نصيحه، ما تحاوليش تعملي الغلط مهما كان تحت اسم الحب، لان نهايته للاسف بتبقى كده. شكرا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عندكم اي فكره فيلم يا ريت تبعتوا لي على رسائل الصفحه. السلام عليكم.